بقول لك ايه، انت كل ما بتزيد السحله بتاعتك في الشغل او الدراسه كل ما بتزيد قيمه النوم والانتخه عندك وبتستوعب اهميه الراحه. فالنهارده 19 مارس اليوم العالمي للنوم، مكان الهروب الامن لمعظمنا لما الدنيا بتضيق بيه، ومساحه ابعاد سريرك هي المكان الوحيد اللي بيقدر يستوعبك وانت في اكتر مراحل كآبتك. فلخبطه التفكير واعاده تفنيط الناس في الكام دقيقه دول قبل ما عينك تروح في النوم وشعبطتهم وبصتهم للسقف وهم بيحسبوها اكتر لحظه بتكون تصدق فيها نفسك، بتكون وانت راسك على المخدة بكرة انا هعمل كذا وهبطل كذا وهجرب من فلان وهبعد عن علان. فالنوم هو الباب للأحلام بتاعتك، وفي الأحلام ديت انت بتشوف الناس اللي نفسنا نشوفهم وبنقابل فيها اللي بيوحشونا، بنقول فيها كل الكلام اللي احنا نفسنا نقوله وما بنقدرش نقوله في الحقيقة، وبرضه بنسمع الردود اللي احنا نفسنا نسمعها، بنعمل فيها اللي بنحبه مش اللي بتفرض علينا الحياة والناس. النوم عزيز علشان كده مش بيجي بسهولة، واللي يقدر يحط راسه على المخدة وينام على طول ده عنده نعمة كبيرة جدا هو يمكن مش حاسس بيها، ولأنه عزيز فلما بيجي بيكون عشري وعنده أصل. الوحيد اللي عايز راحتك هو النوم، فلما بتصحى بدري علشان تروح شغلك ولا كليتك من كتر جدعنته بيفضل متمسك بيك ومش عايز يسيبك. كل أوقات لملمة النفس وجبرها أو الانشكاح المفرط الغير مبرر بتكون نهايته وبدايته بالنوم. فكل سنة وكل المؤنتخين العظماء اللي شايفين في النوم معنى أهم من مجرد رقدة كام ساعة على السرير هم طيبين. سلام.